ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد وروتين جديد. لو مش مشتركة في القناة اشتركوا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو. يلا بينا كده على الروتين سريع سريع كده بسرعة. نبتدي كده في الروتين النهاردة. روتين حلو قوي ومختلف برضو، في كذا حاجة كده مختلفة. اول حاجة كده الروتين ابتدى معانا في الفيديو ده من الساعة كانت تقريبا 3 كده. 3 كده العصر. قمت بقى كده بعد ما جبت ايتم من الحضانة وفطرتهم. هي وفيروز طبعا كانوا صحوا وفطرنا. وطبعا قعدنا بقى كده شوية وفيروز نامت تاني. فابتديت بقى ان انا كده اقوم اشوف اللي ورايا. قلت بقى كده ايه انضف اليوم ده. كان الاكل عندي هنشوفه ايه، بس يعني حاجة خفيفة، ما عملتش يعني حاجة كتير، حاجات كتير يعني. اول حاجة كده ابتديت ان انا انضف في الكنب بقى كده في الصالة. الفرشة اللي معايا دي فرشة ناعمة حلوة قوي، بنضف بيها كنب الركنة. علشان طبعا بيبقى فيه بقى حاجات كده داخلة في الجناب وكده. يعني بدل يعني ما كل شوية تجيبي او تنضفي بالمكنسة، ده هيبقى حل كده سريع معاكي كده، وبصراحة بتنضف وجميلة. والبخاخ اللي معايا ده فيه شوية كلوركس الوان، علشان برضو لو فيه بقع وكمان عشان ظهر الركنة لونه بني، فبيبان فيه قوي البهدلة والتراب وكده. بالفرشة كده زي ما شفتوا الأول كده بنرش بالبخاخ، وبعد كده بنعمل كده بالفرشة كده بتنضف معانا وبتبقى كويسة. أنا كل يومين كده لما بشيل بقى الفرش وبنضفه. طبعا هو فرش الركنة ده كل شوية بيتشال وبيتعدل وبيتظبط، بس كل يومين كده بجيب اللي هو البخاخ والفرشة وبعمل بنضف يعني التنظيفة دي. طبعا احنا بننضف كده دلوقتي التنظيف اللي هو الحلو الخفيف اللي من على الوش ده بس كده كام يوم، وهنبتدي في تنظيف العيد الكبير. كل سنة وانتوا طيبين. قولوا لي بقى يا جماعة، اللحمة عندكم بكام وهتعملوا ايه وهتجيبوا ايه؟ الاسعار طبعا غاليه قوي قوي. يعني مش عارفه هي اصلا هتعلى. يعني هي اللي متاكده منه، احنا مش بنقاطع يعني ولا حاجه، بس المتاكده منه ان هي على العيد الكبير هتقفل 400 جنيه. فيعني حاجه غريبه قوي والله بجد ان اللحمه تبقى ب 400 جنيه. طب ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ يعني هو الأعلاف مثلًا هي اللي هو البهايم بتاكلها. أنا ما أعرفش أوي في الحاجات دي، بس يعني مش عارفة يعني إيه اللي غلّى كل الأكل كده. المفروض إنه السمك كمان البلطي يعني اللي هو أصلًا يعني طبعًا هو كل نعمة ربنا حلوة، بس السمك البلطي ده كان أقل حاجة في الأسماك، بقى دلوقتي ليه تمن. والشخورة اللي هي هنقول ماشي، هنقول الشخورة مثلًا علشان مستوردة أو كده، بس برضه بقت في 70 و80 وأغلى كمان. فربنا يرحمنا برحمته. أنا مش عارفة بصراحة. يعني مش عارفة يعني ايه الحاجة ما بتوقفش عند غلو معين دي. كل مدى ما بتغلى، كل مدى ما بتغلى. طبعا الناس بتبقى شوية نفسها مسدودة في رمضان، في الأعياد، في الكلام ده، لأنه بتبقى نفسها ان هي تجيب حاجات كتير زي ما متعودة. يعني احنا كمصريين بنحب على دخلة العيد وعلى دخلة رمضان ان احنا نشتري ونبضع بقى ويبقى البيت مليان خير. طيب الناس عندها بتبقى اكتئاب شوية بسبب الموضوع ده، بسبب غلاء الأسعار. ان هي هتشتري ازاي حاجات كتير زي ما كانت بتشتري؟ لا، فكل حاجة قلت، في كل حاجة قلت. كل البيوت اللي كانت متعودة على حاجات معينة بتشتريها استغنت عن حاجات كتير قوي في المشتريات دي، او ما بقتش بتشتريها يعني كتير. فمش عارفة يعني يا ريت الحاجة غلت مرة او اتنين او حتى تلاتة ووقفت. لكن لا. العيد اللي فات يعني السنة اللي فاتت كانت اللحمة ب180 جنيه. كانت ب180 جنيه، وكان عند بعض الجزارين كانت ب140 150. انا من اسكندرية، بتكلم عن المحافظة اللي انا فيها. لكن طبعا السنة دي هو يعني هنقول ايه، هنقول الضعف فعلا. يعني ما هو الضعف فعلا، ده غير الرز. يعني انا فاكرة ان انا العيد اللي فات ده على العيد الكبير نزلت واشتريت حاجات كتير جدا زي اي بيت. جبنا حاجات ياما، الرز اللي هو الخزين بتاع الاسبوع بتاع العيد، لانه ما فيش حد بينزل ولا بيشتري اكل بعيدا عن الاكل بتاع اسبوع العيد نفسه، اللي هو اللحمة والرز وطبعا الطماطم للفتة، بقى والعيش الناشف والكلام ده كله. وطبعا الممبار، الكبدة، الكوارع، الحاجات دي اللي بيحب حاجة طبعا بيجيبها. فكان كمان في أكل كمان بيتجاب في الأسبوع بتاع العيد ده اللي هو الخزين. طبعا العيد الكبير معروف، أنا بشوف كده بصراحة العيد الكبير ده
يعني زي رمضان كده، يعني رمضان بيبقى محتاج تكلفة برضو في الأكل وكده، لأنه 30 يوم كل يوم محتاجة فطار وسحور وحلو وعصير وكلام من ده. العيد الكبير ده سبحان الله 4 أيام أو 5 أيام، يعني بيوم وقفة عرفة طبعا. فبس يعني بيبقى تقريبا برمضان كله، لأنه فطار لحوم وكبدة وكلام من ده. وكل ده طبعا بقى أسعاره غالية، غير بقى اللي زي ما بقول اللي هو الخزين بتاع اسبوع العيد، اللي هو مكرونه. هنجيب مثلا فراخ، يعني مش هناكل كل الاسبوع العيد لحمه لحمه، اكيد هنزهق. مثلا نجيب سمك نحطه في الفريزر نعينه في الفريزر، برضو هنزهق اكيد من اللحمه ومن الفراخ. جبن، لبن، فواكه، نجيب شويه حلويات للعيال، يعني الفرحه بتاعت العيد بقى وكده. ترمس سوداني، مش عارفه، توفي، شوكولاته. فكل ده يعني احنا بنفكر فيه. طبعا في حاجات كتير قوي هنستغنى عنها. يعني مثلا بدل مثلا ما هتجيبي 2 كيلو من حاجة، هتجيبي كيلو واحد أو كيلو ونص. يعني هتقللي من كل حاجة، هتقللي من كل حاجة. طبعا احنا هنشوف المشتريات. أنا ما بقتش قوي بحب. أنا في القناة القديمة بتاعتي كنت بعمل مشتريات دايما، بس أنا دلوقتي في القناة الجديدة يعني مش عارفة، بقلل قوي قوي في حتة المشتريات دي، ان انا يعني ان انا اصور معاكم مشتريات او كده. لان برضو يعني مش عارفة، بحس ان موضوع المشتريات ده بقى موضوع كده مش حلو بصراحة ان احنا نصوره. لان كل واحد دلوقتي بجد بجد ربنا يعين كل واحد على حاله. كل حاجة بقت غالية، وكل حاجة بتغلى 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 بتغلى. يعني ايه كيلو الرز ب30 ولا ب28 ولا حتى ب27؟ انا اذكر انه من كام سنه كده 3 كيلو رز كانوا ب21 جنيه. مش من كام سنه، يعني اللي هو من 6 7 8 سنين. لا، انا من قريب قوي كان كيلو رز ب7 جنيه. يوم ما يبقى جبتي رز يعني نوعه حلو قوي بيبقى ب8 جنيه. ايه اللي حصل يعني؟ مش فاهمه. المهم، هنقطع بقى الكلام دوت، ونشوف بقى بعد ما نضفت الصاله والانتريه وكنست كله زي ما انتم شايفين. لأن كان عندي سمك مشوي من قبلها بيوم، فكان زيادة يعني أو كتير عن أكلتنا يعني. فشلت 2 كده في التلاجة. تاني يوم عادي طلعتهم قبل الأكل كده بساعة. بردوا بقوا حلوين عادي، ما بنحبوش نسخنه، بناكله عادي كده. بس هو كان برد يعني من التلاجة. وكمان جبت كده جنبه الرنجاية بقى حلوة كده مبطرخة. برضو الرنجة برضو الكيلو بقى ب80 وب90. بالذات الرنجة اللي هي المبطرخة دي الكيلو ب90. يعني الرنجاية دي كانت تقريبا عاملة 27 أو 28. المهم بقى بطاطس محمرة وطماطم وفلفل وكده، والحمد لله. طبعا غسلنا المواعين وشربنا كوبايتين شاي بالنعناع بقى، علشان طبعا الرنجة والسمك والكلام ده. وهنعمل بقى دلوقتي جاتوشة حلو جدا جدا. بيضتين، وكوباية دقيق، وثلاث معالق كاكاو خام، وكوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، والفانيليا. طبعا أول حاجة بتجيبي الخلاط، بتحطي في شفشق الخلاط كوباية الزيت، كوباية السكر، كوباية اللبن، وثلاث معالق الكاكاو الخام، وبتضربيهم كويس قوي في الخلاط. وبعد كده بتاخدي منهم كوباية زي ما شفتوا كده. الكوباية دي هي دي الصوص اللي هنعمل بيه، اللي هنحطه يعني على وش الكيكاية. كيكاية سهلة وبسيطة وجميلة جدا. أخدنا كوباية من الخليط اللي عملناه في الخلاط، هنحطها في التلاجة لحد ما نخلص الكيكة بتاعتنا. في الخلاط هنرجع تاني الشفشق مكانه، ونحط فيه بيضتين وعليهم باكيتة فانيليا، او مع نقطتين فانيليا سايلة على حسب ما بتستخدمي عشان زفارة البيض طبعا. وهنحط كمان ممكن كمان تحطي معاهم معلقه نشا، بس انا ما كانش عندي نشا. فبعد ما خلاص كنت ابتديت في الكيك افتكرت ان ما عنديش نشا، بس عادي على فكره، ما اثرتش فيها قوي. طعمها جميل وطريه وهشه كده، بتدوب كده في البق بصراحة. جميلة، هي مش عالية لأن هي هنحط لها كوباية دقيق واحدة بس. جميلة وخفيفة وحلوة، وأنا بحبها جدا، يعني من أكتر كيكات الشوكولاتة اللي أنا بحبها، وسهلة جدا. فالمهم بقى بعد ما ضربت البيض مع الخليط التاني دوت اللي احنا كنا حاطينه من الأول، اللي هو السكر والزيت واللبن والكاكاو الخام. طبعا حطيت البيض والفانيليا، ولو عندك طبعا نشا حطي معلقة نشا. المهم بقى ان انا حطيته كده هوت في بولة، وحطيت عليه كوباية دقيق. وهنحط كمان طبعا كيس كيك شيف، وهنقلب كل ده كويس قوي قوي مع بعض. وبعد كده طبعا هنجيب الصينيه نبطنها بسمن، وندخلها على طول بقى كده على الفرن. مش هتاخد معانا وقت خالص، وجميله جدا ومش مكلفه خالص خالص. نرجع بقى لكلامنا عن مشتريات العيد الكبير.
كل سنة وانتم طيبين. طبعا هو احنا برضو يعني بنتكلم عن الغلاء، وبنتكلم عن ان الناس ما بتبقاش متحمسة قوي، وبتبقى برضو شايلة هم الاعياد الاول. احنا كنا بنستقبل المناسبات او المواسم دي او الاعياد يعني بفرحة، بس كده ان هو مش حاطين في دماغنا حاجة. كان كل حاجة حلوة يا جماعة، احنا كنا عايشين ببلاش، ما كناش شايلين هم اي حاجة يعني. انا مش متجوزة من زمان، من 4 سنين بس الوضع اختلف تماما يعني من 4 سنين او من 3 سنين او حتى السنه اللي فاتت، زي ما بقول لكم كيلو اللحمه كان بكام ودلوقتي بكام. بس المهم بقى ان احنا هنشوف طبعا هنشتري ايه للاسبوع بتاع العيد ده. طبعا لازم بقاله وخضار وفاكهه، شويه حاجات كده تسالي برضو يكونوا في البيت، سوداني على مثلا ترمس، مش هنكتر مش هنأفور، كفايه طبعا اللحمه والرز والكلام ده كله اللي هنبقى مهتمين بان احنا نشتريه. طبعا العيد الكبير ما ينفعش من غير الكلام ده. المهم بقى الكيكة اهي طلعت معايا حلوة جدا. هي زي ما بقول ما بتبقاش عالية قوي، لان هي يعني مكوناتها بسيطة، بس بتبقى جميلة كده. الشوكولاتة ما كانتش يعني لسه جمدت عليها، كانت لسه سخنة، بس لما شربتها بقى بقت فظيعة جدا. اليوم ده بقى كنت جايبة مشتريات، بس زي ما بقول بصراحة ما بقتش افضل قوي ان انا اصور مشتريات. اللي انا صورته بس هو المنظفات اللي انا جبتها اليوم ده. جبت صابون سائل من صابونة يعني كويسة، لو انت عارفاها كويسة وحاجتها كويسة تعاملي معاها. اللتر من دوت ب5 جنيه، جبت 3 لتر، وجبت لتر كلور. اللتر الكلور ب4 جنيه او ب3 جنيه تقريبا. وجبت كيس باهي، ده على فكرة باهي جميل حلو قوي قوي قوي. الكيس ده ب25 جنيه، جميل جدا جدا جدا. بحطه في الغسالة وبحط معاه غطا كده او غطاين من البرسي من كلوركس الالوان. انا بعشقه، بعشق كلوركس الالوان ده، حلو قوي قوي قوي. طبعا انا هفضل حاجه في الوقت ده كان الكيك خلاص بقى لما طلع. عشيت البنات ونيمتهم. يعني اتعشوا، مش اتعشوا من الكيك يعني، هو انا كنت عملته كده وهم يعني كده بيتعشوا، عملته علشان يبقى موجود عندي. برضو بحب انه كده اي حاجه تكون موجوده حلوه، وانا كمان كنت اتعشيت وكنت خلاص بقى كده خلصنا كل اللي ورانا. احنا كنا اصلا في اخر اليوم على الساعه 12 بعد ما ناموا بقى. قلت بقى ان انا افضي بقى الحاجه كده بتاعتي. مش هعرف طبعا استخدمهم كده، انا بفضيهم في علب وفي حاجات بسيطه يعني كده. ازازه اهي عاديه جدا بفضي فيها كده اكياس الصابون السائل كده، كيس بكيس، علشان يبقى جنبي كده، بحطه كده جنبي في دولاب المطبخ كده من تحت، بستعمله دايما. زي ما باقول باهي حلو أوي، يعني دايمًا وأنا واقفة باشتريه، دايمًا، دايمًا لازم يكون مثلًا لو أي حد واقف جنبي بيشتري حاجات يعني أتسأل هو باهي حلو؟ حلو على فكرة حلو. هو لسه يعني مش منتشر أوي، أوي يعني، مش زي أوكسي بقى وأريال والكلام ده. ففي ناس بتبقى يعني عشان هو سعره قليل شوية عن الأوكسي والأريال والبرسيل وكده، فبيفكروا ان هو مش حلو. لا هو حلو وبينضف البقع. انا اول ما اشتريته خالص من فترة يعني كده، من كام شهر، كانت اول مرة اشتريه. كنت بحط بقى يعني مثلا غسيل، يبقى مثلا الفانيلا دي او البنطلون ده او كده فيه بقعة في المكان الفلاني، انا خلاص عارفة ان القطعة بتاعت الغسيل دي فيها بقعة، فبدخلها بقى كده في الغسيل وبحط الباهي بس. كنت باحط باقي بس، ما كنتش باحط معاه ولا كلوركس ولا أي حاجة تانية، علشان أشوف هل البقعة دي هتنضف والّا لأ. كنت بالاقيها بتنضف وبتبقى زي الفل وحلوة، الغسيل بينضف البقعة بتاعته بتروح وبينضف وبيبقى كويس، وكمان ريحته حلوة على فكرة. بس إحنا بقى بنزوّد برضه الفاعلية بتاعته. يعني ما باحبش أحط رابسو بس، لازم أحط حاجة معاه، فكلوريكس ألوان أفضل أو أحسن اختيار. حلو جدًا. الكيس ده عامل 8 جنيه، بيقضّيني تقريبًا 3 أو 4 غسلات. يعني لو حاطة كده حتتين غسيل بسيط باحط غطا واحد، لو حاطة يعني غسيل حلو كده في الغسالة يعني مالي الغسالة باحط غطاين، فبيكفّيني من 3 ل4 غسلات. هو ب8 جنيه وحلو جدًا. هنحط بقى كده هنفضّي الرابسو بتاعنا في في البتاع ده، في العلبة ديّة. باحطها كده جنب الغسالة علشان باخد منها دايمًا. عندي اللي هو البتاع اللي هي بتاعة المعيار اللي هو كان بتاع برسيل جل ده، بس كنت باجيبه الصراحة الأول، بس دلوقتي غالي أوي عليَّ فما اقدرش أجيبه. فبقيت كنت باجيب أوكسي أو برسيل. بعد كده لمّا جربت باهي لقيته كويس، زي ما باقول لكم عملت له اختبارات يعني كذا كذا مرة كده، فلقيته كويس والله وحلو، فخلاص فبقيت بقى باجيب باهي مع كلوركس الألوان، اعتمدتهم هُم الاتنين مع بعض يعني.
طبعًا أنا بقى وأنا بافضّي الحاجة يعني مش كتير بصراحة يعني شوية كلور صغنّنين على شوية صابون سايل صغنّنين وقعوا، فقُلت بقى خلاص بالمرّة أدعك الرخامة وأنضّفها هي والحوض، علشان كده بقى خلاص إحنا كنا قفلنا المطبخ، أنا بييجي عليَّ وقت باقفل المطبخ فيه. باكون خلاص تعبت يعني بقى طول النهار طبعًا. طبعًا الوقفة دي نعمة، ولكل حاجة بنعملها في المطبخ نعمة، كل كوباية وكل معلقة وكل طبق بيتغسل في الحوض معنى كده إن البيت ده فيه خير، والناس اللي في البيت ده كويسين الحمد لله وبياكلوا وبيشربوا، ربنا يديمها علينا نعمة. فعشان كده حرّمت من ساعة ما عرفت الكلام ده، حرّمت إن أنا أقول اللي هو يعني إن أنا تعبت وزهقت من المطبخ. ممكن أقول تعبت وزهقت من أي حاجة تانية إلا من المطبخ، باقف فيه كتير جدًا بقيت باحبه وباحب الشغل بتاعه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.